السلام عليكم. باصلّي الفجر كده وأقرا قرآني وأضبّط كده بافتح الفيس بالصدفة كده، فبافِر عادي يعني قبل ما أنام كده، فلقيت خبر حزين وحاجة أنا ما أعرفش حتى طالع أتكلّم عليها ليه، بس هو حقنا إن إحنا نتكلّم عليها، وحاجة تحزّن وحاجة أمّا أنا بحثت وشُفت آآ سبب كمان موته، فحاجة أبشع، فاهم أنت؟ يعني اللي قدامنا في الصورة ده ولد صغير اسمه محمد صلاح، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه. يعني أنا دخلت على الأكونت بتاعه والله العظيم 3 يعني عادي بالصدفة بافِر فيه، قمة الاحترام وقمة الأدب، وواحد من حفظة القرآن يعني الله أكبر عليه، يا رب يكتب له الجنة، وهو أكيد من أهل الجنة، بكل صحابه الكلام الحلو عليه بيأكدوا إن هو يعني شخصية نقية، شخصية يعني هو ما عاشش كتير يا جدعان، ده 16 سنة. يعني حتى لو يعني أنا مش عارف أقول إيه، يعني سبب موته طبعًا أنا نسيت أقول من قمة الحزن الواحد فيه، وأنا ما أعرفش والله. أنا بقى فتحت الكاميرا وقُلت أتكلم عليه يا رب نجيب له حقه. يعني الكلام ده لو حقيقي فعلًا من أقرب أصحابه ليه، كاتب بوست بالتفصيل بسبب موت محمد إن هو أبوه كان شغال في الكويت بقى له 35 سنة، وراجل يعني مرتاح جامد يعني، فهو بعيد عن أبوه شوية محمد. فمحمد كان عايش مع خالته وعايش مع عمامه قصة كده يعني، عايش مع عيلته، فاهمني؟ شاف تعذيب وشاف إهانة وشاف ظلم وشاف يعني عدم ضمير وحاجات كتيرة قوي. يعني عمامه الكلام اللي اتقال في البوست إن عمامه عايزين ياخدوا الورث منه، فعملوا إيه؟ ضربوه وموتوه العافية، وما سابوش حتة فيه سليمة، لدرجة إن هو عمل عمليتين ولا 3 عمليات عشان يخيطوا له الغرز الكتير اللي خدها في وشه وفي ضهره وفي جنبه. يعني يعني ما سابوش كده بقى يعني. الموضوع كمان كمل البوست، انا بفتكره معاكم بتذكره معاكم عشان مش قدامي سكريبت ولا اي حاجه. فيعني ما هانوش كده عشان الواد طيب ونقي من جوه. حد من عمامه برضه كلمه وقال له انا عايزك يا محمد ومش عايزك يا محمد، فمحمد برضه راح بصفو نية، وبرضه غدروا بيه وكانوا عايزين يموتوه ويكتبوا ورق ان هو هينتحر وحاجة كده يعني. حاجة بشعة، حاجة بشعة 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 حقيقي. الراجل ده لازم يجي حقه، حق محمد صلاح لازم يجي حقه. انا معرفش والله، انا فتحت الكاميرا كده واتكلمت عليه وشفت بالصدفة والله العظيم كده حد من صحابي منزل له بوست. فيعني انا حزين بجد. يعني الولد كمان ساب لهم البلد وهج راح السعودية ان هو يعمل عمليات وبرضه ويبعد عنهم، برضه ما سابوهوش في حاله وحاولوا برضه يأذوه.